السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة رز بلبن بطريقة المحلات واحلى كمان من المحلات. احنا هنا حاطين لبن كويس. في المحلات مش بيحطوا لبن كتير طبعا عشان وما بحطش نشا. انا ما بحطش نشا على اللبن، على الرز بلبن. النشا ده تحس ان هو بيخليه عامل زي المهلبية، وما بيدلوش الكشكشة الحلوة اللي بنحبوها على الرز بلبن دي. هنا معايا كمية الرز، كل كيلو لبن بياخد نص كوباية رز. يعني هتحطي كل كيلو لبن نص كوباية رز. هنا بقى حطيت الرز، انا كنت غسلاه ونقعاه وحطيت هنا بقى الرز، وحطيت عليه مية سخنة او مية عادية مش مشكلة و... وسبته أهو. يعني انا حطيت عليه كوباية رز وشوية، عشان انا عاملة 2.5 لبن. حطيت عليهم 3 كوبايات مية. نفش بقى وشرب المية كلها. هنحط عليه اللبن بقى دلوقتي ونسيبه على نار هادية مع نفسه، يعني يغلي وتوطي النار عليه وتسيبيه بقى. هينفش بقى ويملى الحلة ومش محتاج نشا خالص، هو هينزل النشا بتاعه أهو. بس كده. هو طبعا الرز بلبن ما بيتغطاش، هو هنسيبه على نار عالية. اول ما يغلي نوطي النار خالص ونسيبه. هو الرز هينفش بقى في اللبن، وهينزل النشا بتاعه، مش محتاج نشا خالص. اهو لسه سايل خالص اهوت. هنسيبه مع نفسه. هو المحلات مش بيحطوا نشا، مش بيحطوا نشا. المحلات بتحط مادة كده زي البودرة، زي كريم شانتيه، بس هي مش كريم شانتيه، هي بودرة كده. بس انا مش متذكرة اسمها دلوقتي، مش فاكرة والله اسمها ايه. احنا هنحط بديلها كريم شانتيه. ده بقى انا حطيت كوباية وربع سكر. السكر حسب الرغبة بقى، تحبيه متحلي تزودي، تحبيه اقل تنقصي. دي بودرة كريم شانتيه 4 معالق. دي بديل البودرة اللي هما بيحطوها بقى في المحلات. دي نص معلقة صغيرة فانيليا، نص معلقة صغيرة خالص او اقل من نص، عشان ما يمررش. الفانيليا بتمرر، لما بتزوديها بتمرر. ده بقى قشطة وش اللبن. قشطة وش اللبن اللي انا عاملة بيه، اللبن اللي عاملة بيه كان في التلاجة، وطلعت عمل قشطة كده وشلتها. يعني انتي مش متوفرة عندك، ممكن تجيبي علبة قشطة. لو هتعملي بلبن بواكي ممكن تجيبي علبة القشطة برضو. مفيش بقى قشطة، ممكن تزودي الكريم شانتيه، هيديكي برضو طعم حلو. اكيد كله عارف، يعني اللي مش عارفة، يعني انا بقول اللي مش عارفة. في بنوتات صغيرة لسه بقى داخلة المطبخ جديد. اهو القوام اللي احنا عايزينه ده. وما بحبش احط السكر في الاول، بيخليه اصفر. يعني ما تحطي السكر على رز بلبن من الاول، اول ما تحطيه على النار بيخليه مصفر، لان السكر بيكرمل. انا بحطه في الاخر، وكده يعتبر خلاص عمل القوام ده المطلوب، ولا تقيل ولا خفيف. يعني سبته هدى شوية كده في الحلة، يعني حتى عمل الكشكشة على الحلة، على وش الحلة الكشكشة اتعملت. لازم تسيبيه يهدى شوية عشان ما يفرقعش الحاجات الإزاز والحاجات اللي هتعبي فيها يعني. بس كده انا عملت له بقى ايه. ممكن تحطي على وشه بقى اللي تحبيه. انا عملت له
جوز الهند وزبيب سوداني، اي مكسرات بقى عندك بتخليه طعم حلو قوي. في ناس بتحب تحط له ايس كريم من على الوش، او اي حاجه بقى تحبيها. ممكن تقطعي موز وتحطيه على الوش بيدي طعم حلو. يعني ممكن تعملي زي المحلات بقى اللي بيحطوا بيزودوا حاجات كده عليه. آم، بس قولها انا والشيف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.